حياكم الله أحبائي الكرام، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. فيديو ديال اليوم هو ملخص أو عبرة لمشوار المنتخب المغربي في كأس العالم من خلال ما قاله المشاهير والنجوم وأساطير الكرة في العالم والتعاطف الكبير الذي حققه المغرب في هذا المونديال. أولا شكرا للمنتخب المغربي الذي دخل التاريخ من بابه الواسع واحتل المرتبة الرابعة وأفرحنا وأسعدنا في هذا المونديال. اتفق العالم على أن من يستحق الفوز بكأس العالم هو المغرب لأسباب كثيرة، وأجمعت جميع الصحف والمواقع والتلفزيونات العربية والإفريقية وفي باقي القارات على أن المنتخب المغربي كسب قلوب الشعوب أو جماهير رياضية. حتى شي واحد فينا ما كان كيظن أن المنتخب غادي يوصل للنصف النهائي ويلعب 7 مباريات في كأس العالم، وحتى وليد هو براسو ما كانش كيظن هادشي، ذلك حيث من خلال التشكيل كان كيراهن على مجموعة من 16 لاعب والباقي غادي يكونوا احتياط، اللي خلى الصحافة ورؤساء الدول والمشاهير والمحللين في العالم تفتخر وتمدح المنتخب. معجزة مغربية. إنجاز المغرب كان هو المفاجأة السارة في العالم اللي أعطت القطر نكهة خاصة في هذا المونديال. نبدأ برونالدو الظاهرة البرازيلي اللي كان كيتمنى الفوز للمنتخب المغربي بكأس العالم، وإعجابه بهذا المنتخب وقام بزيارة لبعض اللاعبين هو ومجموعة من نجوم الكرة. أما إبرة فتكلم على المغرب بطريقة رائعة واختم كلامه أنه كيتمنى يفوز المغرب، والسبب واحد هو أن المغرب أسعد العالم، وهذه كتلخص الكلمات. ديفيد بيكام النجم الأنجليزي وكاكا النجم البرازيلي في حديث بيناتهم تكلموا على المنتخب المغربي وانبهروا بالنهج التكتيكي والانضباط والإصرار على الفوز. كما نشرت شاكيرا رسالة تشجيع للمنتخب المغربي. أما كلينسمان فأضاف أن المغرب يحتاج إلى رأس حرب حقيقي ليكون منتخبا متكاملا وقويا. أما كاسياس وفرناند وغيرهم من النجوم فاعترفوا أن المغرب تعرض للظلم التحكيمي. الأنجليزي غاري لينيكر هداف كأس العالم 86 فاعتبر فوز المغرب فوز رائع وأن كرة القدم ديال المنتخب هي الأفضل. أما أسطورة ألمانيا رومينيغي فطلب من البعثة الاستشارية لكرة القدم بألمانيا تأخذ تجربة المغرب كقدوة ملهمة، وأضاف أنه خاص يكون عندنا جماهير مثل المغرب والأرجنتين. أما الألماني الآخر هامان فتكلم على الروح الرياضية والتواضع والود اللي كتميز به اللاعبين عكس منتخبات أخرى. وهنا تكلم على رونالدو اللي فاش انهزم ما صافحش اللاعبين، ومن هنا كانوا دروس كثيرة أعطاها المنتخب المغربي في التعامل والإنسانية، وهذا المفهوم ديال الأسرة اللي تفقد في الدول الغربية. في حين أن الصحف العالمية تكلمت على وأشادت بالمنتخب المغربي باللعب ديالو بالنهج التكتيكي بالتلاحم ما بين المدرب واللاعبين. فاعتبرت الجارديان أن المغرب مثال للأخلاق والتعامل الإنساني والترابط الأسري اللي كيجمع ما بين الأبناء وآبائهم. كما أن نيويورك تايمز اعتبرت هذا المونديال مونديال المغرب. كما أن عدة مدربين أشادوا بالمنتخب المغربي منهم يوهان كلوب، مورينيو، لويس إنريكي وآخرين. في حين أن الأندية الأوروبية والعالمية أشادت بالمستوى اللي ظهر به المنتخب المغربي، حيث أن الكل في العالم أصبح يشجع المغرب ويريد التعرف على دولة المغرب.
ومن بين الإشادات كذلك إشادات الرئيس الأمريكي بايدن والفرنسي ماكرون وغيرهم من الرؤساء، ورجل أعمال إيلون ماسك الذي هنأ المغرب على إنجازه. وباختصار فالمغرب أعطى صورة رائعة في جودة اللعب والنهج التكتيكي والانضباط والروح الرياضية والتعامل الإنساني، إضافة إلى لمسات فنية رائعة. انتظرونا في الفيديو القادم إن شاء الله، نعطيكم دروس هذه الملحمة وكيفاش خصنا نستثمروها. إلى اللقاء.